السلام عليكم، تحية كشفية خالصة وكلمة الله هي العليا. معكم القائد محمد قدر مندوب منظمة الكشاف العربي بجماعة ايت البخت. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا لكم على المندوبية، إمتى تأسست وكيفاش تأسست، وكذلك معظم الأنشطة اللي كنديروها الموسمية. وطبيعة الحال غادي نعطيكم بعض الصعوبات والتحديات اللي كنواجهوها، وكذلك غادي نعطيكم بعض النصائح اللي كنقترحوها. يلا، مندوبية ايت البخت هو فرع تابع لمنظمة الكشاف العربي. منظمة الكشاف العربي فهي منظمة وطنية اللي عندها شراكات، بينهم شراكة مع جامعة الوطنية للتخييم وكذلك وزارة الشباب والثقافة والتواصل. الهدف ديالها هو النهوض بالشأن التربوي للأطفال والشباب. كذلك المندوبية فهي تأسست منذ سنة 2021 بعد واحد المجموعة ديال التداريب اللي كانت عن بعد وميدانية، والحمد لله البداية كانت بداية ناجحة ولا زلنا نواصل التألق والاستمرارية. مندوبية ايت البخت كان بعدما وضعت فينا القيادة العامة الثقة ديالها ومنحتنا التزكية، كذلك كان تشجيع من مدير دار الشباب وكذلك السلطات المحلية لجامعة ايت البخت وكذلك أعضاء المجلس المحلي لجماعة ايت البخت اللي كانوا كيشجعونا وكيدعمونا باش اننا نديروا هذه الخطوه هذه اللي خطوه نبيله اللي غادي تعاون المنطقه للنهوض بالقطاع ديال الطفوله والشباب. ما يخص الانشطه اللي كتقوم بها المندوبيه فهي انشطه متنوعه كيميزها طابع الكشفي، والكشفيه هي اسلوب الحياه. فهذه الانشطه هذه من بينها انشطه ثقافيه، رياضيه، فنيه، وكذلك أنشطة لخدمة الصالح العام اللي الهدف ديالها هو تنمية المجتمع. في ظل هذه الإكراهات اللي كنواجهوها فما استطعناش بطبيعة الحال ننفذوا واحد المشروع اللي هو عبارة عن قافلة اكتشاف المواهب اللي غادي تكون عبارة عن ورشات متنقلة، ولكن كتعتمد 100% على المواد ديال التنشيط وكذلك وسيلة نقل باش نقدروا نمشيو للدواوير اللي كتبعد على دار الشباب تقريبا كتوصل حتى 20 كيلومتر. وبالتالي فباش نوصلوا لهاد الناس هادو خصنا وسيله نقل باش نحققوا هذا المشروع هذا اللي غيسهل المأموريه لدوك الناس اللي ما يقدروش يجيو مثلا على سبيل المثال اللي كاينين في ازاغار، اللي كاينين في ايت بوملا، اللي كاينين في ايت شضيف، انا قوال هادو كذلك جيت إيغلي، طاردة، تيغمات، هاد المناطق هادو جهة حرشة كذلك. هاد المناطق حتى هما محتاجين هاد الأنشطة، ولكن هاد الأنشطة ما يقدروش يجيو ليها لأنه الطفل ما يقدرش يضرب هاد المسافة بحكم والديه تيكونوا خدامين في الفلاحة، وبالتالي إلا تنقلنا عندهم حنا غيكون أفضل. هاد الفكرة مازالت فكرة مشروع على الورق اللي كنتمناو إن شاء الله باش نحققوها في المستقبل القريب. لما لا؟ غادي ندوزو دابا نعطيكم بعض النصائح للشباب باش انه يتشجع هو يفكر في مشاريع اللي هي مشاريع اللي غادي ترجع على المنطقه بالنفع وكذلك على الشباب بطبيعه الحال بالخير. فقوتنا في شبابنا الى نتحرك ودار مجهود. كنصيحه اللي ممكن نقدمها للشباب هي انه يثقوا في القدرات ديالهم. اما حنا ثقنا الحمد لله في القدرات ديالنا وفي الشباب ديالنا وقدرنا اننا نخرجوا لارض الواقع ونخدموا الطفوله والشباب، فكذلك اي شاب من شباب خصو يثق في راسو، خصو يبدع، يجيب افكار جديده. كاين موجود افكار جديده ومشاريع اللي ممكن انها تنفذ. كذلك ممكن تاسيس تعاونيات ويخدموا على افكار اللي هي ناجحه ويمشوا بها بعيد ويخلقوا فرص شغل لهم وكذلك للشباب غيرهم. كذلك ممكن يأسسوا كشركات بمعنى مقاولات، راه اي حاجه ممكنه. ودمتم لخدمه الصالح وفيها، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.